Hello everyone، معاكم ميس نبيلة ساينس تيتشر. النهاردة إن شاء الله هنشرح نص المنهج، سواء كان شرح سريعا إن شاء الله، وباقي السيشن هنقضيه الحل على ال2 concept 3.1 و 3.2. قصادنا ظاهر عندي بوستر شامل هما 4 pages. البوستر ده شامل نص المنهج كله، لو قريناه سريعا أو أيا كان قبل الامتحان تقدر إن شاء الله تضمن الفول مارك بإذن الله في امتحان مارس. أول حاجة في البوستر طبعًا إحنا لو عارفين المعلومة خلاص اعمل لها skip. أهم حاجة عندك علشان تضمن الفول مارك تحل كتير، يعني شرح كتير والّا حل كتير؟ لأ، شرح قليل حل كتير. مهم جدًا الحل في أي مادة مش الساينس بس، تمام؟ فإحنا سريعًا هنتكلم أو هنناقش البوستر مع بعض الitems المهمة جدًا، ونقضي باقي السيشن في الحل. أول حاجة عندك السيشن في البوستر عندك الفور سفيرز، إن الساينتست قسموا السفيرز أو السيستمز أوف ايرث لفور سفيرز، وعرفنا مين هما الفور سفيرز قبل كده: جي سفير وباي سفير والهيدروسفير والأتموسفير، وعرفنا كل واحد فيهم انكلود لإيه بالظبط. طيب هل الليفينج اورجانيزمز والنون ليفينج بيتأثروا بالوير ولا حاجة منهم بس اللي بتتأثر؟ يعني أقصد مثلا عندك الوير نفسها سواء كان بتأثر على الليفينج والنون ليفينج ولا بتأثر على حاجة واحدة؟ لا، هي بتأثر على الاتنين. ممكن سؤال زي كده يجيلي أنا مثلا إزاي بتأثر على الليفينج أورجانيزمز؟ قالك هي أصلا بيحصل interaction between الهيدروسفير اللي هو الوير والليفينج أورجانيزمز اللي هما الهيومن والبلانتس والأنيمالز زي ما عرفنا قبل كده. بتأثر على الليفينج ازاي؟ قالك ان انت عندك الهيومن والانيمالز drink where to survive، يعني علشان نفضل عايشين لازم نشرب ميه كل يوم. عندك الانيمالز والبلانتس كمان، في صم من البلانتس والانيمالز تقدر تعيش في الورد، تمام؟ وقلنا كمان بصفة خاصة عندك البلانتس تقدر ان هي تستخدم الورد او محتاجاها ضروري جدا علشان تقدر تعمل الفوتوسينثيز. والفوتوسينثيز عرفناه في الفيرست تيرم ان ده من خلاله نقدر نعمل ايه؟ البلانت فود بتاع البلانت، تمام؟ اللي هو الشوجر، تمام؟ هل هي كمان بتأثر على النون ليفينج؟ قلنا من شوية بتأثر على النون ليفينج زي مثلا الروكس. ازاي بتأثر على النون ليفينج؟ قالك انت عندك بيحصل حاجتين، بيحصل ويذرنج وبيحصل ايروجن. الويذرنج معناه ان انت حصل بريكنج داون للروكس انتو سمولر بيسز. بعد ما عملنا البريكنج داون الميه اخدت وعملت ترانسبورت لمين؟ للسمولر بارتيكلز اللي هي اوريدي اتكسرت من شويه. يبقى انت كده عندك حصل حاجتين، الويذرنج والايروجن. ممكن سؤال زي كده يجي في الامتحان، يعني مثلا يجي يقول لي الورك can affect non-living things as it causes نقط and process، يعني بيسبب two process. مين هما؟ طبعا لازم اكتبهم بالترتيب، لازم اكتب الاول الويذرنج وبعد كده هكتب الايروجن، وعرفنا دي معناها ايه ودي معناها ايه. وبعد كده عندك ندخل في الامبورتانس اوف وير. هنا بيتكلم بصفه سريعا، نتكلم عن الريسورسز سريعا: الريفر وعند الليكس وعند الاوشنز والسيز والجراوند وير. عندك الريفرز هنا سريعا ممكن نقول التايب والموفمنت، التايب اوف وير وكمان الموفمنت بتاعتها. يعني الريفر مثلا بيكون رانينج، طيب بالنسبه للتايب اوف وير بيكون فريش. الليكس عندك الليكس بتكون رانينج، تمام؟ يعني الميه فيها بتكون موفينج بتتحرك مش ستيل. وبيكون التايب اوف وير في الليكس التو تايبس. مهم جدا ناخد بالنا ان الليكس فيها نوعين مش ميكس، لا، ممكن الليكس تكون يا اما فريش وممكن تكون سولت. طب السؤال يجي لي ازاي؟ يقول لي مثلا some lakes contain و most lakes contain. لو جه قال لي most lakes هاجي اقول له contain fresh water، يبقى most lakes او معظم الليكس البحيرات فيها بتكون fresh، لكن some lakes بتكون salt. اوكي، عندي الاوشنز اللي هو المحيط هنا او الاوشن ده فيه بيكون عندي السالت وير هو والسي، تمام؟ والاتنين بيكونوا running. يعني ايه running؟ يعني المية فيه بتكون نفس الكلام بتتحرك زيها زي الليكس زيها زي الريفرز.
بالنسبة للجراوند وير دي بتتكون ازاي؟ قلنا بتتكون عن طريق ان انا عندي الروكس بيكون فيها كراكس، بيكون فيها سبيسز، المية بتحصل لها ليكج. يعني ايه ليكج؟ المية بتتسرب كده وتنزل underground او في الارث سيرفيس under earth surface. طيب بالنسبة للبرسنتج of wear on earth قالك ان هي موجودة 71. يبقى امتى اكتب 71 لو ما حددتش التايب اوف wear؟ بالنسبة لايه؟ احنا بعد شوية برضو هنشوف 2% اللي هي 3.5 و 96.5. اوكي، لو هو ما حددش نوع المية سواء كان فريش سواء كان سولت هاجي اقول له 71%. وبالنسبة للكوارترز او الريشيو هقول له 3 quarters. 3 quarters ازاي؟ يعني هتخيل مثلا ان انا عندي سفير، عندي الارث عبارة عن سفير متقسمة ل 4 quarters او 4/4. طب بالنسبة للورق بيكون فيها نسبتها قد ايه؟ قالك 3 quarters، يعني كل ده بيكون ورق. ده في الارث عموما. الجزء الباقي او الفورث او ال1 quarter الباقي ده بيكون لاند فقط لا غير. عشان ممكن تجيلي برضو السفير او السيركل دي ويجيبها لك مثلا ايه نصها ولا في بس 1 quarter بس هو اللي فيها بيكون عبارة عن الورر، ولا 3 quarters. هاجي اقول له ان هما 3 quarters. ممكن ما يجيبهاش كتابة يجيبها رسم عادي، ممكن ده وده. طب عشان كده ممكن يجيلي سؤال هنا give reason، يجي يقولك ليه الارث بلانيت شبه البلو ماربل. ليه بيكون شبه البلو ماربل؟ يعني شبه الكرة اللي لونها أزرق. هاجي أقوله لأن الورق بتكون covers about 71%. معظم الفريش وير هنا قالك cannot be drinking، يعني ما ينفعش أشربها عشان هي بتكون موجودة في الفروزن شيب. تمام، في الشكل الفروزن أو في الفروزن ستيت اللي هو الآيس by freezing in extreme cold weather. ده في السوليد ستيت. بالنسبة للجاز ستيت ممكن الورق تكون موجودة على هيئة فيبر، وأثناء البروسيس ايه بيكون ايفابوريشن في الهوت ويذر. اوكي، يبقى أنا عندي الورق هنا بيكون في الورق بوديز موجودة وبيحصل لها تشينج من الليكويد، ممكن من الليكويد للسوليد أثناء الفريزنج ده في الكولد ويذر، وممكن من الليكويد للجاز أثناء الهوت ويذر. الامبورتانس اوف ورك بالنسبه لللايف كتير، في باثينج، في بريبيرنج فود. سهل جدا السؤال زي ده ما ينفعش ان احنا نغلط فيه خالص. ممكن يحصل ريكريشن في الفور فان، نتسلى ونستمتع. عندك الترافلينج، عندك الكليننج او عن طريق الواشنج مثلا ديش واشنج فيجيتابلز، عندك المانيفاكتشرنج نفس الكلام. طيب ممكن كمان عندي اللوكيشنز أو where body have different forms أو different location. عندي الأوشن والسيز قلنا قبل كده عليهم إن هما very large. بيسألني عليها في scientific term يجي يقول لي ال very large where body مين هو؟ أنا هاجي أقول له الأوشن. أوكي، contain salt water ده التايب اوف water اللي فيه. طب بالنسبة للموفمنت المية بتتحرك ولا still هي بتكون moving؟ بالنسبة للليكس عندي الwater body that is surrounded by land. surrounded by land قلناها قبل كده في الفيديوز القديمة، ممكن نرجع لها تاني أثناء لو احنا مثلا في بارت معين عايز اسمعه بالتفصيل نرجع للفيديوز اللي نزلت قبل كده. عندي most of water of fresh أو some of them بيكون، احنا قلنا most of lakes بيكون fresh و some of lakes بيكون salt قلنا من شوية. عندي river امتى يجي أقول له إن scientific term ده معناه river؟ لما يجي يقول لي where body flows from higher altitude ل lower altitude. هو دايما بيبدأ من عند الماونتن. أول ما أشوف كلمة higher altitude و lower altitude يبقى ده كده الريفر. التايب اوف water هنا قلنا إن هو فريش، طبعا ده بنشرب منه زي النايل ريفر. عندي الجراوند وير دي لايك beneath الارث سيرفيس، ولسه قايلين من شويه ان احنا حصل كده ليكج للوير في الارث من خلال بورس روكس. يعني روكس بيكون فيها بورز، فيها فتحات او فيها ثقوب. نوع الميه فيها بيكون فريش. نوع الميه يعني ايه؟ يجي يقول لي التايب اوف وير. طيب بالنسبه بعد كده لباقي البوستر
الرينيوبل ريسورس يجي برضو يسألني سؤال مهم جدا، ليه الوير بتكون رينيوبل ريسورس؟ هاجي اقول له ان هي بيحصل لها ايه؟ replaced in nature due to او through الوير cycle. اثناء السايكل بيحصل ان الميه بسبب السانلايت يحصل لها evaporation، بعد كده تكون الكلاودز اثناء الكوندنسيشن وينزل تاني على هيئه رينز في البرسبتيشن، يبقى اللي طلع نزل. فعشان كده هي renewable أو من ضمن الرينيوبل ريسورسز اللي موجودة في النيتشر. وقلنا ليه؟ هاجي أقوله عشان هي يحصل لها replaced through الوير cycle. تمام؟ طيب بالنسبة للبلانتس برضو تعتبر renewable ولا non renewable؟ قالك زيها زي الوير بتكون renewable. ليه؟ هاجي أقوله because plants can be planted from seeds. يعني ايه from seeds؟ ممكن أزرعها من السيد، بتكون سيد الأول بذرة تكبر تكون نيو بلانت، وبعد كده الفلاور تطلع لي سيدز تاني، وهكذا تدخل البلانت في السايكل. that grow up forming new plants. ده بيعتمد على ايه؟ اكيد برضو معتمد على الورد. لسه من شويه قايلين ان الورد كده ايه؟ بتأثر على الليفينج اورجانيزمز من ضمنهم البلانتس. تمام؟ طيب بالنسبه كده حصل ان ممكن يحصل interaction between الهيدروسفير والبايوسفير. ازاي؟ قالك ان الليفينج زي البلانتس اللي بيعتبر في البايوسفير بتعتمد على الهيدروسفير اللي هي الميه. بالنسبة للسيستمز قالك ان جيو ايكوال ايرث وليها اسم تاني ليثوسفير، زي الروكس زي المينرالز زي السويل زي اللاند فورمز مولتن روكس. الهيدروسفير هيدرو يعني وير. تمام؟ ده اي حاجة تخص المية عموما، سواء اوشن سواء سيز ريفرز جراوند وير. والجليشر، الجليشر هنا قالك ان هو بيكون يعني جليشر، قالك ده برضو من ضمن الهيدروسفير، ولكن المية فيه بتكون مش في الليكويد ستيت، بيكون في الفروزن ستيت او في الايس ستيت. اتموسفير يعني فيبر، اتموس يعني فيبر زي الاير او الاتموسفير. قالك زي الجازز سواء كان اكسجين جاز كربون دايوكسيد جاز او نيتروجين جاز. في السكند بوستر قالك نفس الكلام، نكمل السيستمز وبيحصل الانتراكشن. فور اكزامبل مثلا بيقولك ازاي ممكن يحصل انتراكشن بين الهيدروسفير والجيوسفير. عارفين ان الهيدروسفير يعني ميه والجيوسفير يعني لاند وروكس وسويل. اكيد حصل او اثناء ما بيحصل تو فينومينا كده مهمين جدا في الايروجن والفورميشن اوف ليكس. الايروجن اوف روكس باي وير يعني حصل ترانسفورميشن ل او ترانسبورت للروكس او السمولر بارتكلز اوف الروكس بالميه. كده حصل انتراكشن ما بين مين ومين؟ هاجي هقول له طالما انا ذكرت كلمه وير يبقى ده اكيد الهيدروسفير، وطالما قلت سويل او روكس يبقى ده الجيوسفير. الفورميشن اوف ليكس نفس الكلام، هي الميه بتعمل ايه؟ بتتجمع كلها في يعني منطقه بتكون منخفضه low laying area. اللو laying area دي لما المية بتتجمع فيها أكيد المية هنا ماشية على الجراوند أو ماشية على الروكس أو ماشية على الأرض عموما، يبقى فيه كده جيوسفير وهيدروسفير interaction. طب بالنسبة لما يجي يقول لي الفوتوسينثيز، ده interaction between مين ومين؟ طالما قال لي فوتوسينثيز، هو مين اللي بيقدر يعمل فوتوسينثيز؟ أكيد إحنا احنا الهيومن. ممكن البلانت كمان يقدر الفوتوسينثيز اللي هو أكيد بيعملها مين؟ البلانتس بس. بتحتاج الكربون دايوكسيد جاز علشان تقدر ان هي تعمل الفود بتاعها، وكمان تقدر تخرج الاكسجين. تمام؟ يبقى اكيد هنا انا عشان اعمل فوتوسينثيز او عشان البلانت يقدر يعمل فوتوسينثيز، اللي هو انا يعني بتكلم على اساس ان انا البلانت هنا يبقى يعتبر ايه؟ هيعتبر يبقى بايوسفير. والجازز اللي انا ذكرتها دي كلها سواء كان كربون دايوكسيد جاز سواء اكسجين جاز يبقى ده الاتموسفير. طيب ممكن برضو الفوتوسينثيز يكون الانتراكشن بين ان البلانتس مثلا محتاجه للروتس او عندها روتس بتعمل ابزورب للنيوترينتس منين؟ من السويل. في الحاله دي السويل ايه؟ السويل هنا طالما قلت سويل يبقى اكيد جيوسفير، وطالما قلت بلانتس يبقى اكيد البايوسفير. يعني معنى كده ما يجي يقول لي respiration
الريسبيريشن بقى احنا اللي بنعمله، الهيومن هو اللي يقدر يعمله او البلانتس او الانيمالز، كلنا نقدر نعمل ريسبيريشن وبناخد الاكسجين and give out carbon dioxide. في الحالة دي بتكلم عن جازز يبقى الاتموسفير، والهيومن او البلانتس او الانيمالز يبقى البايوسفير. تمام. ممكن عندي definition مهم جدا بيجي في معظم الامتحانات، البايوم. مين هو البايوم ده؟ قالك ان هو عبارة عن large area، مكان كبير جدا بس بيكون فيه similar من اي حاجة. يعني ايه similar من اي حاجة؟ يعني بالنسبة للسويل اللي فيه كلها بتكون similar soil، similar climate، نفس الطقس موجود في البايوم كله. تمام. نفس البلانت similar plants similar animals. ممكن يجيب لي بدل كلمة أو زيادة عليها كلمة vegetation أو greenery، ممكن دي بتكون موجودة في الإيفالويشن بوك، إن عندي البايوم يجي لك بالتعريف ده. ما نجيش نقول يعني إيه بقى vegetation أو greenery، قصده على البلانتس عموما. تمام. examples of biome زي الديزرز، زي الفورستس، زي الرين فورست والجراس لاند والويت لاند. الهيومن هنا تعتبر ايه؟ بايوسفير طبعا، الهيومن والبلانتس والانيمالز. تمام. طب ليه انا مثلا ذكرنا من شويه البرسنتج اوف السالت والفريش بتجيلنا معظم، يعني لو ما كانش السؤالين يجولي او عن الفريش والسالت ممكن حاجه منهم او الاتنين يجوا عادي. يعني مثلا ال 96.5 دي نسبه السالت were، لكن ال 3.5 دي نسبه الايه؟ الفريش. وممكن يسالني عن الريسورسز بتاعت الفريش او السالت، سواء السالت مثلا في الاوشن، في السيز، في الجالفز اللي هو البيز اللي هو الخليج، او ممكن في السام ليكس. بالنسبه ل 3.5 ودي النسبه الاقل بتكون فريش وير، زي الريفرز، زي الرين وير، زي الجراوند وير، المياه الجوفيه اللي بتكون under earth surface، والموست اوف ليكس زي ما ذكرنا من شويه. لكن السولت بتكون some leaks. تمام. طيب يجي لي سؤال give reason why او ايا كان الموست اوف fresh water cannot be drinking، ما اقدرش اشربها. ليه؟ ما احنا بنقول فريش، ازاي يا ميس مش هنقدر نشربها؟ قالك عشان معظمها بيكون frozen، ده في شكل الجليشرز، وهي برضو بارت من الهيدروسفير طالما انا هتكلم عن الميه. تمام. يبقى ده سؤال give reason ممكن يجيلي ليه most of fresh were found in form of most of fresh were cannot be drinking. هاجي اقول له ليه؟ عشان هي بيكون most of them بيكون في الفروزن were او في الفروزن state. طيب بالنسبة للإيكو سيستمز عندي 2 إيكو سيستم، عندي السالت وير وعندي الفريش وير. السالت وير هنا بتنقسم أو بيكون فيها طبعا هي الأوشن والسيز، ودي أكبر حاجة في السالت وير إيكو سيستم. تمام. cover large parts of Earth's surface. زي إيه؟ أو من ضمن الأرياز اللي موجودة في السي والأوشن 2 area، يا إما هتكلم عن الشالو area يا إما هتكلم عن الديبست area أو الأبيسال area. مهم جدا الاتنين دول. الشالو ارياز ممكن اكتبها في الساينتفك تيرم لو جه قال لي ان الاريا دي بيكون فيها كورال ريفز وبيكون فيها انترتايدال زونز. يعني ايه انترتايدال زون؟ يعني هنعرفها بعد شويه. قال لك دي عباره عن اريا along the coast موجوده على الساحل، وبيحصل في الكوست حاجتين، يا اما يكون عندك هاي تايد في الحاله دي اللي هو المد اثناء، لو انت مثلا عايز تعرفها بالعربي الهاي تايد اللي هو المد، واللو تايد اللي هو الجزر. لما بيحصل ان الوير بتغطي الكوست يبقى انت كده في الهاي تايد، ولما بترجع تاني للسي او للاوشن بيكون كده انت في اللو تايد. تمام. يبقى الهاي تايد او اللو تايد الاتنين دول لما يجولي ممكن اجي اقول له الانترتايدال زون. طب لو جه قال لي الانترتايدال زون والكورال ريفز مع بعض موجودين فين؟ هاجي اقول له في الشالو ارياز. بالنسبه للديبست اريا نركز مع بعض في الديبست اريا. قال لك ان الديبست اريا ليها اسم تاني الابيسال زونز. الابيسال زونز قال لك ان هي very deep area،
يعني very deep مكان عميق جدا. sunlight cannot penetrate them يعني ايه؟ يعني sunlight ما يقدرش يوصل لها، عشان كده ما ينفعش يكون في green plants في المكان ده. تمام. بالنسبة ل examples of saltwater lakes برضو دولت مهمين، بيجيلي في الكومبليت أو في اللي تشوز عادي. examples of lakes اللي فيها salt قالك الليك باردويل in Egypt، ومهم جدا أعرف كل ليك موجودة أو المكان بتاعها فين. يبقى باردويل في إيجيبت، وأسال بيكون في جيبوتي. تمام. ليك أسال قالك إن هي ما يقدرش يكون فيها بلانتس كتير أو فيش كتير. ليه؟ هاجي أقوله عشان هي عندها high concentration of natural salts، يعني فيها تركيز عالي جدا من السولتس، تركيز عالي من الأملاح. تمام. وبتكون تو salty بالنسبة للفريش وبالنسبة للأكواتيك animals، عشان كده فيها few plants. الفريش وير ايكو سيستم هنا قالك include البوندس والموست ليكس. تمام. وحاجة كمان الفلاوينج وير بودي، أنا أعرف برضو من ضمن الأمثلة بتاعتها إيه. عندك البوندس هنا، البوندس والليكس قالك إن الوير هنا بتكون موجودة all year. يعني إيه all year؟ يعني طول السنة، ولكن ممكن البوندس والليكس دي يحصل لها dry up. اشمعنى؟ أكيد بسبب الهاي evaporation أثناء السمر ويذر أو السمر مانثs. تمام. hot summer لما يكون التمبريتشر بيكون increase للتمبريتشر، الايفابوريشن بيزيد، فبالتالي البوندس أو الليكس بيحصل لها إيه؟ بيحصل لها drought أو dry up. تمام. ولكن في الحالة دي ما يجي يقول لي what happens لو أنت عندك بوندس أو عندك ليكس وحصل لها dry up. بالنسبة للأنيمالز هاجي أقول له الأنيمالز والبلانتس اللي بتعيش هناك لازم تعمل adaptation للتشينجز اللي حصلت. طب لو ما عملتش adaptation يا ميس مش هتعرف تعمل survive، وبالتالي will die. ده في حالة لو هي ما قدرتش تعمل adaptation. يبقى هقول له إيه؟ هقول له must adapt to the changes. بالنسبة للflowing where bodies قالك زي مين؟ زي rivers وزي الستريمز. تمام. في الحالة دي بتكون moving. يعني moving يعني running، بتتحرك زي البلانتس هنا والانيمالز قالك بتعيش في الفلوينج وير bodies زي الستريم كده. يعني الستريم بيكون ايه؟ الستريم بيكون flowing مش running. لكن البوندس هنلاقيها في الجنب بتاع ايه؟ بتاع البوندس عادي. وبالنسبة للليكس زي ليك ناصر، يبقى نركز ان كده الليكس لو باردويل او اسهل بيكون salt، لكن ليك ناصر بتكون fresh. ندخل في الثيرد بوستر، البوستر نمبر 3. هنا بيتكلم عن اليوزز. طبعا دي سهلة جدا، اي حد يقدر يكتب اليوزز of where والسورسز. هنا عندك fresh وعندك salt. تمام. بيتكلم هنا برضو عن البوديز بالتفصيل، ومهم جدا البي جي دي نتأنى فيها شوية نركز. احنا قلنا ان الريفر عندك بيكون التايب اوف وير بيكون فريش، اللوكيشن بيكون بيبدأ عند الماونتن على شكل ستريم، وهنا او از ستريم. الفلو بتاع الريفر اندس لما بيروح يقابل مين؟ السي او الاوشن او لارجر ريفر. لما الريفر احنا قلنا بيبدأ منين؟ بيبدأ من عند الماونتن. طب بينتهي فين؟ بينتهي لما يروح يقابل مع اللارجر ريفر او مع السي او اوشن. تمام. وفي الحالة دي هنعرف هو بيكون ايه اول ما يتقابل او بيعمل ميتنج مع السي او اللارجر ريفر. بالنسبة للليكس قلنا ان most of lakes بيكون fresh، لكن some of lakes بيكون salt. وامتى اقول له ان الديفينيشن ده الديفينيشن او التعريف بتاع الليك؟ لو جه قال لي ان هي low laying area، يعني المية بتتجمع في مكان منخفض. اوكي. عندي الويتلاند، الويتلاند برضو بتكون فريش. تمام. اللوكيشن بتاعها بيكون برضو land partially covered with water، يعني الارض هنا مش متغطيه بالكامل بالميه. مهم جدا اخد بالي من الديفينيشن ده، ممكن يجيلي وده شغل
الايفالويشن بوك اللي احنا ممكن او البعض مننا بيهمله. معظم الكويز بيجي منه ان شاء الله. يعني ممكن نلاقي سؤال زي كده فكرته ان اللاند، او ممكن يجيلك على هيئة scientific term يجي يقولك land partially covered with water. في الحالة دي اجي اقول له ان ده الويتلاند. examples of wetlands قالك swamps، او ليها اسم تاني المارشز او البوندز، والبوندز ليها another name bogs، البوجز او البوندز. نيجي بقى الاستشوار قالك ان هو بيكون التايب اوف water بيكون salt mixes with fresh. الاتنين salt water mixes of او with fresh water، يعني الاتنين مع بعض. مين هما؟ السولت والفريش. النوعين بيكونوا في الاستشواري مع بعض، اللي هو بيتكون أثناء ما الريفر بيتقابل مع السي أو مع أوشن. يبقى السي والأوشن لما يروح يقابلهم ريفر، مين اللي بيتكون؟ الاستشواري. أوكي؟ قالك ده يعتبر هوم للثاوزند اوف plants وانيمالز. نيجي للجراوند سريعا، بيكون فريش وبتكون بتتكون في الكراكس والسبيسز اوف underground rocks، وبيكون في كمان كمية كبيرة جدا. لو احنا نيجي نقارن ما بين الجراوند وير والريفرز والليكس، قالك الجراوند وير هي اللي بتكون أعلى. تمام؟ نيجي للأوشنز، نوع المية بيكون فيها salt، واقدر برضو اعرف ان الاوشنز بتكون surround بالكونتيننتس اللي هي القارة، سواء كان ايروب، سواء كان افريكا، سواء كان الامريكا، سواء اللي هي ساوث او نورث. تمام؟ وممكن برضو يجي يقول لي مين هو البادي اللي في الفلور بتاعته بيكون موجود عندك mountains وبلينز، سهول وجبال. هاجي اقول له ان هو برضو الاوشن، ده بيجي كتير. 10% بس من الانيمالز تقدر تعيش في الفريش. يعني لو جه لك 20، لا اقول له لا، هي مش 20، هي بتكون 10 فقط لا غير بس من الانيمالز اللي تقدر تعيش في الفريش. طيب عندي 2 challenges، يعني مشكلتين بيحصلوا بالنسبة للمية. أول حاجة إن يحصل أو إن المية تكون الكواليتي بتاعتها تكون poor quality، يعني جودتها مش قد كده، أو يحصل scarcity يعني النقص في الفريش وور. تمام؟ قالك دولت التو مين risks يعني المخاطر أو المشاكل اللي بتواجه الورلد كله. طب إيه اللي هيحصل؟ ممكن يجي يقول لي what happens لو مثلا عندك الفريش وير عندها الكواليتي بتاعتها poor. هاجي اقول له ايه؟ اجي اقول له ان هيحصل death، يعني موت للثاوزند of living organisms every year، واكستنكشن لمين؟ لبعض الفيش وبعض الامفيبيانز. يعني extinction يا ميس يعني انقراض. تمام؟ طب احنا ليه لازم نعملها كونسيرف؟ قالك عشان هي اصلا كده كده limited، وهي اصلا مهمة جدا important للسرفايف، سواء لمين؟ للبلانتس وللهيومن والانيمالز اللي هما كل الليفينج اورجانيزمز. مهم جدا نعمل لها ايه؟ كونسيرف عشان تفضل موجودة باستمرار. طيب ممكن برضو بعض الاكتيفيتي اللي بيعملها الهيومن تعمل imbalance. تمام؟ imbalance لمين؟ للاماونت اوف وير، فيسبب حاجتين، يا اما دروت يا اما فلودز. الفلودز عكس الدروت طبعا. لما يجي يحصل more little rainfall يعني المطر قليل جدا، او يحصل shortage of water، يبقى ده كده دروت. يعني دروت يعني حصل dry up يعني جفاف. الفلودنج قالك ده بيحصل برضو في بعض الاماكن، بس في الحالة دي بيكون فيه more rainfall يعني في مطر كتير. طيب هو انا لو اتجمع المية عندي دلوقتي في اريا، هسمي الاريا دي ايه؟ قالك سميها الورشد، يعني مستجمع مائي، مكان المية بتجيله من different sources. يعني ايه different sources؟ يعني من مصادر مختلفة وكلها ماشية في one direction يعني كلهم يجوا من different sources بس تتجمع في body واحد. تمام؟ او في common location زي البي، زي الاوشن، السي واللارج water body. يبقى ما يجي يقول لي مين هي الاريا دي اللي بتتجمع فيها الميه
وجايه لها من different sources وبتمشي في one direction، هاجي هقول له ان ده الورشد، وده definition بيجي برضو في ال scientific terms. طيب لو انا جه عندي المور رينفول في الديزرت، ايه اللي هيحصل؟ سوري، او في اي مكان مش في الديزرت، طبعا بيكون التو ليتل رينفول هو اللي بيكون في الديزرت. لو مور رينفول هنا قال لك الليفل اوف الريفرز والستريمز هيزيد، وفي الحاله دي هيحصل فلودز. طيب بالنسبه لو هو تو ليتل رينفول مثلا في الديزرت زي ما قلنا، هنا هيحصل دروت. تمام. لو الوير بالانس يعني ايه؟ يعني حصل توازن. لا، في الحالة دي السورس أو الريفر والستريم هيكون عندها constant source of fresh. تمام. الله أكبر، الله أكبر. طيب عندي حاجة مهمة جدا النهاردة اسمها التريبيوتريز. التريبيوتريز دي قالك إن هي عبارة عن small water body زي الكريكس زي الستريمز وفلو into bigger river. يبقى هي بعد ما تسيب المية، بعد ده المسار بتاع المية، الباس اوف ريفر او اوف وير عموما، اول حاجة تيجي من الكريكس والستريمز، بعد كده تروح على بيجر ريفر. طب بعد ما تيجي تسيب البيجر ريفر قالك بتروح على لارجر اكبر بادي اكبر زي البيز زي السيز زي الاوشنز. تمام. طيب طبعا هنا في التريبيوتريز قالك ان احنا مثلا عندك لو انت عملت فاكتوري، بيجينا برضو في الوات هابن ان لو انا مثلا عملت بيلد الفاكتوري قريب من تريبيوتري، وفي الحالة دي قريب من ريفر، التريبيوتري ده موجود او بالقرب من مين؟ من ريفر. ايه اللي هيحصل؟ الريفر هيحصل له pollution طبعا، وير pollution. تمام. طب لو انا عملت دام، الدام في الحالة دي بيعمل هولد للوير، بيعمل كنترول للوير وبيمنع الفلودز، يعني مش بيكون نيجاتيف امباكت خالص. لو انا مثلا عندي نفس الفكرة كيميكال فيرتيلايزر نير تريبيوتري سي مثلا، ايه اللي هيحصل؟ اكيد الويستز هنا هتأثر على التريبيوتري سي ويسبب برضو بوليوشن لان انا استخدمت كيميكال فيرتيلايزر. لو في تراش دامب برضو هنا في الحالة دي، لو انا عندي التراش دامب او في لتر يعني القمامة، تمام، هتروح برضو على الوير على طول، هتأثر عليها ويسبب pollution. بالنسبة للناتشورال ريسورسز عندك البيبر ده بيكون is made from التريز، البلاستيك بيكون مصنوع أي حاجة بلاستيك، يجي يقولك بلاستيك بن بلاستيك كاب، هاجي أقوله من الأويل برودكتس. وبالنسبة للبلانتس والأنيمالز برودكت دي أقدر أستخدمها في إن أنا أعمل الكلوز. إزاي أحافظ على الوير؟ لو أنت طبعا عملت اوفر يوزنج من أي حاجة كده أنت بتضيعها ومش هتقدر تحافظ عليها. طب إزاي مثلا أنا أحافظ؟ قالك عندك طريقتين، يا إما تعمل مثلا preservation يا إما تعمل sustainability، ودولت مهمين جدا برضو. البريسرفيشن يعني احنا بنحافظ على الوير بطريقة ان انت تعمل كنترول ريتشنج، يعني تحد من الاستخدام او من الوصول ليها، ما نستخدمهاش كتير، او تعمل restricting access يعني هنحد من الوصول ليها. يعني ايه الحد او التقليل؟ يعني اقصد التقليل ان انت تقلل من ان انت تستخدمهم عشان يفضلوا موجودين على طول. زي ايه؟ زي ان احنا مثلا نعمل protected areas نحط فيها natural resources دي وما تتأثرش ولا الهيومن يأثر عليها نيجاتيفلي. قالك زي مين؟ قالك عندك راس محمد بروتكتوريت في ساوث سيناء، وعندك وادي الحيتان دي بتكون موجودة في الفيوم. طبعا لو حصل over using من أي حاجة من دول يبقى أنت كده بتضيع الريسورس ده، سواء كان فريش سواء كانت الورق الموجودة في أو underground. تمام. تاني حاجة عندي sustainability. الsustainability ده أو الطريقة دي أنا كده بعمل conserve للناتشورال resources بطريقة بس doesn't affect negatively، ما تأثرش سلبيا
على وجودها في الفيوتشر. يعني استخدم الناتشرال ريسورس بس بطريقة ما تأثرش سلبيا، بطريقة ما تعملش نيجاتيف افكت. اوكي، زي مثلا انا دلوقتي هيكون عندي تو سيتويشن، موقفين. تعال نشوف sustainable situation و unsustainable situation. ال unsustainable situation ان انت يكون عندك cows حطيتهم كلهم في small area of grass، يعني مكان صغير وحاطط فيه larger cows او عدد كبير من الكاوز. ايه اللي هيحصل؟ اكيد انت عندك في الحالة دي الجراس او الكاوز هتبدأ ان هي تاكل كل الجراس اللي عندك، فالنيو جراس مش في الحالة دي مش هيلحق يكبر. يبقى انا لما يعني مثلا الكاوز تقدر تاكل كل الجراس والمكان سمول، اكيد الجراس اللي في المكان التاني او في نفس المكان مش هيلحق يكبر، ففي الحالة دي الجراس هيخلص، يحصل disappearance والكاوز will be very hungry. بالنسبة لو هو sustainable situation، ده الموقف بقى السستينابل في الحالة دي ان انت هتحط الكاوز في large area، وبالتالي هنا هيكون المور فود still present، هيفضل موجود، لان عقبال لو المكان large عقبال ما ياكل هنا او الكاوز عقبال ما تاكل الاريا دي، الارياز الباقيه هتلحق تكبر، فهيسبب للجراس ان هو grow back in other areas. تمام. ممكن بعض الفاكتورز اللي تسبب او تأثر على مين؟ على السستينابيليتي. يعني انا عملت sustainability بس في بعض الفاكتورز اللي ممكن ترخم عليا فيها او برضو تخليه unsustainable، زي مثلا overpopulation. انا حطيتهم في larger area بس اصلا عدد الكاوز over، برضو يبقى ما عملناش حاجة، يبقى الموقف برضو unsustainable. overpopulation او unequal distribution of resources، يعني المصادر هنا بتكون او توزيع الموارد دي بيكون unequal، او حصل overuse استهلكتها كلها، او حصل pollution يعني تلوث. تمام. في برضو عندي renewable resources والnon renewable resources، دي بتيجي لنا على طول. مين من ضمن renewable resources؟ زي الwater والplants والانيمالز، ذكرنا من شوية الwater والplants. تمام. النون renewable زي الاويل وزي الكول. recycling اخر حاجة عندي هي الريسايكلينج. تمام. ان انا اعمل ريسايكل، قلنا لازم نعمل ريسايكل علشان المية عندي بتكون limited ونسبتها 3.5، فهي نسبة قليلة جدا وبتكون مش هتكفي للاستخدام، فلازم نتصرف ان احنا نعمل ريسايكل للويست وير اللي احنا اوريدي استهلكناها او عملنا لها يوزج، يعني استهلكناه او استخدمناه. طيب مين اللي نقدر نعمل من خلاله ريسايكل؟ هنفهم دلوقتي او ليه الريسايكل يعني ايه. يعني مثلا زي الوير سايكل كده، قالك بيحصل evaporation condensation وبعد كده precipitation. مين اللي بيكون متحكم في الوير سايكل؟ قالك السولار انرجي اوف sun. تمام. فالهيومن هنا لازم يعمل ريسايكل للويست وير والريوز ويستخدمها تاني في many purpose. فعندي هنا scientists بيهتموا بالمواضيع دي او بيهتموا بان هم يعملوا treatment للوير، اسمهم الويست وير انجينيرز. دورهم ايه في الموضوع؟ دورهم ان هم يعملوا ديزاين للرولز او للتولز، ديزاين تولز and plan ways، ويخططوا للطرق كده عشان يشيلوا اي harmful materials من الويست وير ويخلوها تكون filtrated. نعمل بعد كده او تاني حاجة ليهم دور فيها ان هم observe للوير quality، بيلاحظوا الكواليتي بتاعت المية، بيقرروا كمان هم يبنوا التريتمنت بلانتس فين. يعني ايه تريتمنت بلانتس؟ اللي هي المحطات، يعني من امثلتها بيكون بحر البقر تريتمنت او بلانت. تمام. دي بتكون بلانت او محطة بنعمل فيها او الانجينيرز بتعمل فيها تريتمنت للويست وير وتحولها لكليند او تريتد او فلتريتد. طب قبل ما نستخدمها مش لازم نعمل لها تيست؟ قالك كمان هما اللي بيعملوا تشيك على كل ستيب ويعملوا تيست. ليه هيعملوا تيست؟ قالك عشان to make sure it's safe،
عشان يتأكدوا إن هي بتكون آمنة before it's used، قبل ما احنا نستخدمها، اللي هو الهيومن يعني. وكمان design ways to protect community from floods، عن طريق مثلا dams حمتنا من أو protected Egypt from floods. وكمان نقدر نعمل تيست لل sources of drinking water in community. دلوقتي بقى نبدأ نراجع أو نحل مع بعض. عندي كل جزء بيتكلم عن lessons معينة فنحلها سريعا، أي سؤال هيكون فيه فكرة نقف عنده شوية. part من البايوسفير عندك الايس وعندك الكلاودز والوير والانيمالز. طالما قال لي is a part of biosphere، احنا قلنا البايوسفير بيكونوا مين؟ البلانتس والانيمالز والهيومن، مش موجود عندي هنا الا الانيمالز. number 2 عندي rocks are broken down into smaller particles. الروكس بتتكسر into smaller particles اثناء ايه؟ هو هنا قال لي broken down يعني تكسير. يعني ايه تكسير؟ انا هكسر الروكس لسمولر بارتيكل، دي البروسيس دي اسمها ايه؟ الويذرنج. لو جه قال لي الترانسبورتيشن هاجي اقول له ان هو حصل في الايروجن. where covers nearly of the earth's planet. هنا ما حددش نوع الميه زي ما احنا قلنا من شويه، تمام؟ ما حددش نوع الوير، او هو عايز يعرف نسبه او الريشيو بتاعت الميه عموما في الارث بلانيت. طبعا 3/4 on heating somewhere change. لو هو هنا قال لي heating يعني تسخين، هي اكيد كانت liquid بقت gas، يبقى من liquid state to gas state. الcomplete were present، طالما قال لي were يبقى اكيد hydrosphere of earth. بالنسبة للأورجانيزمز طالما قال لي organisms يعني living organisms أكيد biosphere. تمام؟ الplants need where to do، هاجي هقول له هو البلانت محتاج ايه او محتاج الورق عشان يعمل ايه؟ do، هاجي هقول له do الفوتوسينثيز. الايكو سيستم consists of and non-living things. أكيد طالما قال لي non-living يبقى هو عايزني أنا أكتب living organisms. بالنسبة للimportance أهمية الورد هاجي هقول له مثلا drinking، أول حاجة هكتبها drinking. ممكن أجي أقول له recreation اللي هو في التسلية. عندي cleaning، في حاجات كتير. ممكن كمان أجي أقول له generating electricity. الكوريكت مهم جدا نقرا التايتل، مهم جدا نقرا التايتل. كررتها كذا مره عشان البعض منكم بيجي يحل السؤال ويكون شبه سؤال تاني وبيكون اصلا المطلوب مش كده. البلانتس need where to carry out the process of، هو بيقول لي reproduction يعني التكاثر. طبعا البلانت هنا محتاج ميه عشان يقدر يعمل photosynthesis. زي السؤال اللي احنا لسه حالينه من شويه. الورك كفرز هنا عايز البيرسنت، هو بيقول 50، هاجي اقول له لا هي 71%. الورك turns into ice by، ممكن اجي اقول له cooling، هو مش تسخين، انا هنا ببرد. التوتال amount changes، هاجي اقول له لا doesn't change او don't change، لان هي الكميه مش بتتغير. ليه؟ بسبب السايكل اللي عندي او بسبب الورك سايكل البيرسنت بتكون constant. نيجي للريفر are considered to be from the earth's atmosphere. لا، هو الريفر بيكون تبع الهيدروسفير. تمام؟ where is transformed from solid to liquid. من السوليد للليكويد أكيد المية هتغير من السوليد للليكويد أكيد أثناء by heating أو by melting. احنا هنا سخنا عشان كده كان ice حصل له melts يعني ذاب وبقى liquid، يبقى في الحالة دي احنا سخنا المية. تمام؟ أو melting.
answer بيقولك ال uses of were in our life. استخدامات المية احنا ممكن الاتنين سواء كان living أو non-living. الليفينج بيستخدموها قلنا مثلا إن هي بتكون important for surviving of living organisms. عندك مثلا ال human and animals need water to drink، يعني محتاجين المية عشان يشربوا. طب احنا هنشرب ليه؟ to survive. ده كده نمبر 1. ممكن من ضمن اليوزز ان انت عندك ال plant do photosynthesis من خلال ايه؟ الورق. ممكن 3 ان انت عندك some من البلانتس some plants and animals live in it، يعني بيعيشوا فيها. تمام. الرين ووتر هنا بتكون part من الهيدروسفير. طالما ذكرنا ميه يبقى هيدروسفير. presence of dolphin in ocean. طالما قال لي dolphin يبقى اكيد بايو، وطالما قال لي ocean يبقى اكيد هيدرو، يبقى اكيد هنختار البايو and هيدرو اللي هي الايه. number 3 the falling of a small tree due to blowing of strong winds بيكون example and interaction between. هنا قال لي طالما قال لي tree يبقى اكيد biosphere عشان ده plant، وطالما جه قال لي winds يبقى ده الاتموسفير عشان في air. الاتموس اهو، يبقى انا عندي bio and atmosphere. فين البايوسفير والاتموسفير؟ بي. number 4 acacia tree has very long roots that grow downward through soil rocks to search for groundwater. هنا بيقولك which earth sphere is not. مهم جدا نخلي بالنا ان هو هنا مش عايز السفير اللي حصل ما بينهم الانتراكشن، ده هو عايز السفير اللي ملهوش علاقة اصلا بالسنتنز كلها. نمشي واحدة واحدة. انا عندي مثلا التري اكاشا تري دي اكيد كده بايوسفير. عندي الروكس او السويل روكس في الحالة دي هتكون جيوسفير. عندي ذكرت برضو مين؟ الجراوند وور هنا في الحالة دي هيدروسفير. يبقى مين اللي ما ذكرناهوش؟ انا كده ذكرت الهيدرو ذكرت الجيو ذكرت مثلا البايو. تمام. مفيش الا الاتموسفير ما ذكرناهوش خالص في السنتنس دي. تمام. number 5 mountains and valleys are part of. بيقول الجبال والوديان او ايا كان الماونتنز والفاليز بيكون جزء من ايه؟ طالما قال لي mountains او ايا كان rocks او soil يبقى ده جيوسفير. 96.5 سؤال سهل، يبقى السولت. number 7 frozen او formation of lakes is example of interaction between. طالما قال لي formation of lakes احنا لسه ذكرناه من شويه. الليكس يعني هيكون الانتراكشن ما بين هيدروسفير ميه ماشيه على الجراوند، والجراوند يعني هيكون طبعا جيوسفير. يبقى هيدرو and جيو، يبقى سي. number 8 which of the following is found between pores of rocks. طبعا هتكون الجراوند وير هي اللي بتكون تحت الروكس او تحت الارث. البولار بيرز live in on ice ده بيكون interaction between. طالما قال لي polar pair يبقى ده biosphere، وطالما قال لي ice يبقى ده hydrosphere. هي بيكون السوليد ستيت من الميه، يبقى اكيد برضو تبع انهي سفير؟ تبع الهيدروسفير. يبقى biosphere and hydrosphere. الcomplete place that the water flows from area of high altitude ل area بتكون lower altitude. يبقى ده تعريف مين؟ الريفر. وقلنا ساعتها ان هو بيبدأ من عند الماونتن. طالما قال لي من high altitude لل lower altitude يبقى ده الريفر. تمام. الجيوسفير include اي حاجة في مثلا ممكن اللاندس، في الروكس، في السويل كمان. اكتب اي واحدة منهم عندي. الريفرز دي بتكون part من الهيدروسفير.
أثناء respiration of living organisms الinteraction هنا بيكون ما بين، طالما قال لي respiration و living، respiration واحنا نعمل respiration لإيه؟ أكيد هنعمل respiration للجازز، سواء كان كربون دايوكسيد جاز، احنا هنعمل respiration للأكسجين ونخرج الكربون دايوكسيد، يبقى فيه جازز بتدخل وتخرج، يبقى ده كده حصل الانتراكشن ما بين البايوسفير اللي هو الليفنج اورجانيزمز نفسهم والاتموسفير. الريفر تبع انهي سفير؟ تبع الهيدروسفير. الهيومن تبع انهي سفير؟ تبع البايوسفير. أسئلة سهلة. بالنسبة للساينتفك term write the scientific term sphere contain air and gases. طالما قال لي sphere فيه air وجازز يبقى أكيد قصده على الأتموسفير. تمام؟ where body surrounded by land ده تعريف الليك، البحيرة بيكون البادي حواليه لاند، البادي بيكون حواليه ايه؟ حواليه لاند. cycle shows the continuous movement of water from earth to atmosphere then to earth again. يعني هي طلعت من الور من الارث وبعد كده رجعت للارث تاني، يبقى هو اكيد بيتكلم عن الور سايكل اللي هي دورة المياه. تمام؟ give reasons for scientists to have used the word sphere in name each of the earth system. ليه استخدمنا sphere؟ ليه قلت hydrosphere, biosphere, geosphere, atmosphere؟ اشمعنى استخدمنا كلمة sphere؟ هاجي هقول له عشان الارث بتكون في الشيب اللي هو السفير، هاجي اقول له because earth is in the shape of sphere that is not completely round، يعني مش كاملة في الراوندينج بتاعها أو الاستدارة بتاعتها. هنا عايز بيقول لي read the following statements and then correct the wrong one، يعني صحح الcorrect خلاص، لو السنتنس يعني true خلاص نسيبها، لو هي false نعمل لها correction. هل plants are considered non-renewable؟ طبعا لأ، هشيل كلمة non واكتب renewable لوحدها. presence of soil مش بيأثر، لأ طبعا هو بيأثر على كل الانيمالز، واحنا عرفنا ان هو ايه بيكون، هنا هشيل كلمة doesn't affect وبيكون affective only. بالنسبة للإيرث system interact together to balance life، هل السيستمز بتعمل interaction؟ طبعا yes، بيعملوا interaction. how where is considered renewable resource؟ هاجي اقول له ان هي بيكون it is renewed او replaced. تمام، replaced through، بنقدر نستبدلها تاني اثناء مين؟ اثناء الوير سايكل، تنزل لنا اول ما بيحصل evaporation، بعد شويه بيحصل condensation والprecipitation تاني وترجع لنا. تمام. mention the interacting earth systems، يعني عايز يذكر السيستمز اللي بتعمل interaction with each other. هنا عندي ال earthworms live in the soil and make it their shelter. ال earthworms يعني الديدان، في الحالة دي هيكون ما بين البايوسفير وطالما قلت soil يبقى geosphere. تمام. animals depend on plants for their food، الانيمالز بتعتمد على البلانت، اوكي، يبقى الانيمالز بايو، بس هي برضو بتعتمد على البلانتس، برضو هتكون بايو. الروكس and soil move from where runs، هنا الروكس والسويل اكيد هيكون تبع الجيوسفير، وطالما قال لي الميه يبقى اكيد تبع الهيدرو سفير. البلانت absorb carbon dioxide during photosynthesis process، طالما قلت plant يبقى اكيد البايوسفير، وطالما قلت كربون دايوكسيد يبقى اكيد الاتموسفير عشان هو جاز.
بعد كده عندي هنا ال spring flows out from rocks is an example of an interaction between. طالما قال لي spring يعني مكان فيه مية، يبقى ده كده hydrosphere، والروكس يبقى geosphere. يبقى أنا أختار hydro and geo. hydro عشان هو spring، وgeo عشان هي rocks. Number 2 aquatic ecosystem classified. طالما قال لي aquatic يعني water يعني مائي، يبقى أكيد هيتكلم عن الفريش وعن السالت، يبقى نختار دي. All the following are characteristics of abyssal zones except. بيكونوا very deep. هو عايز except يعني عايز الإجابة الخاطئة عن الأبيسال zones. هي very deep yes. sunlight cannot reach them أو cannot penetrate them، مش بيقدر يوصل لهم. برضو. هل هي dark area؟ تمام، لكن هما مش بيكونوا shallow areas. هما أصلا الكلمتين عكس بعض. عكس abyssal zones هي shallow areas. يعني shallow areas يعني مكان بيكون قريب من surface of water عادي، زي الكورال ريفز وزي قلنا الكورال ريفز والانترتايدال زونز. نمبر 4 الwater evaporation and its condensing on planet Earth show interaction. طالما هيحصل evaporation يبقى أكيد هيحصل الانتراكشن between الهيدرو طبعا عشان احنا بنتكلم عن المية، وهتطلع في الاير، يبقى أكيد ده الجزء الايه الاتموسفير، يبقى هيدرو and اتمو اللي هي ايه اتموسفير جايبها في الاول وبعد كده الهيدروسفير. river and streams وبعد كده بيتكلم عن البوندز contain. طيب نركز الريفر والستريمز هل هما بيكونوا salt؟ طبعا لازم يكون بالترتيب. هو ما ينفعش اختار هنا اول حاجه salt، يبقى ايه ما ينفعش. هما بيكونوا فريش، بس البوند برضو مش بتكون salt، يبقى برضو بي ما تنفعش. الريفر والستريم بيكونوا running يس، والبوندز بتكون still يس، يبقى سي كده بتنطبق عليهم على التو بارتس عادي. الليلز بتعيش فين؟ الليلز اللي هو اللوتس ده بيعيش في البوندز. تمام. among animals that can be found in ponds are. من ضمن الانيمالز اللي بيكون موجودة في البوندز، الانيمالز اللي موجودة في البوندز عندك الفروجز والسلمندر. تمام. بالنسبة للبلانتس طبعا لو جه سألنا عن البلانتس اللي موجودة في البوندز هاجي اقول له الورر ليليز. مين اللي يقدر يعيش في الستريم؟ هاجي اقول له مثلا كات فيش او السالمون فيش. يا اما الكات فيش يا اما السالمون فيش، بيكونوا الاتنين بيعيشوا فين؟ في الستريمز. اللارجست ايكو سيستم اللي بيكون فيه salt هو الاوشن طبعا. الورد that lies beneath Earth's surface and has been absorbed into Earth through a layer of porous rock is known as. طبعا نوع المية في الحالة دي بيكون في البورس روك بيكون ground water. البوندز بيكون فيها ايه؟ بيكون بالنسبة للتايب اوف water بتكون fresh، وبالنسبة للموفمنت ممكن برضه اتكلمنا عن الموفمنت ان هي بتكون still. المية فيها بتكون راكدة، عشان كده الفروجز تقدر ان هي lays their eggs، يقدروا ان هم يضعوا البيض بتاعهم من غير ما يقلقوا عليه، علشان هي اصلا still. يعني still يعني بتكون ثابتة ما بتتحركش، فبالتالي المية مش هتاخد الايج ويجري او تتحرك بيها. is from fresh lakes. من ضمن الليكس اللي بتكون فريش قلنا عليهم مين؟ ناصر. محدش يجي يقول لي باردويل او اسال عشان هما الاتنين بيكونوا salt. قلنا الاريا دي characterized by vegetation. زي الفيجيتيشن ذكرناه من شويه ان احنا لو شفناه ما نجيش نقول ايه الكلمه الغريبه دي. دي equal لكلمه plants. عندك similar soil similar climate similar الوايلد لايف، كل حاجه بتكون فيها similar، يبقى الاريا دي كده اسمها البايوم. تمام. الورد that lies beneath earth's surface لسه ذاكراها برضو وحصل لها ليكد او ليكج تسريب، دي الجراوند were correct. هنا أسهل بيكون الفريش were leak no، طبعا دي بيكون salt.
بالنسبة للبوند في الحالة دي characterized by fast flowing water، لأ هاجي أقول له إن البوند بتكون still water. بالنسبة لل 3.5 دي مش نسبة السالتي، يعني 3.5 من المية مش بتكون salty water لكن بتكون fresh، عشان كده هي بتكون limited ولازم نعمل لها conserve. الليليز تقدر تعيش في برضو الفريش water أو اللي هي البوند، ممكن أذكر له ده وده. read the following statement to correct the wrong one، لو هي في sentence wrong نقدر نصححها. number 1 leaks where is always fresh. هل الليكس دايما بتكون فريش؟ طبعا احنا ذكرنا من شوية ان الليكس مش فريش بس ولا هي سولت بس، قلنا ان بيكون الموست بيكون فريش لكن الصم بيكون سولت، يبقى هي مش صح، الجملة دي wrong. number 2 fresh where is approximately 2.5، طبعا إجابة خاطئة، هي 3.5. الجراوند where is found in the deep ocean، لا هي مش موجودة في الديب اوشن، هي بتكون موجودة under earth's surface، يعني تحت سطح الأرض من خلال إن حصل لها ليكج زي ما قلنا من شوية. الأوشن contain large amount of fresh، طبعا ده أوشن من ضمن السولت وير bodies، ففي الحالة دي هشيل كلمة fresh واكتب salt. الكورال ريفز برضو بتكون salt، الجملة دي صح ما فيهاش مشكلة إن الكورال ريفز example of salt ware ecosystem، إجابة صحيحة. عندك ليك ناصر وليك باردويل بيكونوا salt، هي باردويل أوكي لكن ناصر لأ، ففي الحالة دي ممكن أكتب هنا أسال بيكون في من ضمن الsalts عادي. give reasons for jellyfish cannot live in ponds، ليه الجيليفيش ما يقدرش يعيش في البوندس؟ هاجي اقول له لان الجيليفيش because jelly fish بيكون live in fresh only، لا الجيلي بيكون في السالت only، تمام. ولكن البوندس، بس البوندس بتكون ايه is fresh، يبقى انا كده عندي jelly fish دايما محتاج السالت وير only، ما ينفعش احطه فيه fresh وير. طب number 2 no green plants can survive in the abyssal zones or of oceans، ليه الجرين plants ما تقدرش تعيش في الابيسال zones؟ قلنا because sunlight cannot، يعني ايه cannot؟ يعني ما يقدرش ان هو ايه reach، ما يقدرش يوصل للابيسال زون لان هي اصلا منطقه ديبست. ندخل في كده خلصنا الحل على 3-1 كله من ضمن على كل lesson، تمام. نقدر دلوقتي نبدأ في 3-2 من lesson 1. all the following are from sources of water on earth except، طالما قال لي sources of water on earth هو عايز except يعني حاجة منهم ملهاش علاقة بالwater، يبقى أكيد قصده على الروكس أو المولتن روكس. number 2 human can use water in all the following purpose except، المية تقدر تستخدمها for fishing، نقدر نصطاد من خلال المية عادي. عندي transportation، عندي generating electricity، كل ده أقدر أستخدمه أو أقدر أحصل عليه من المية عادي، بس أنا ليه هستخدم الروكس ليه هستخدم الورر ان انا اعمل ويذرنج للروكس؟ ايه اللي هيفيدني في كده؟ number 3 the amount of salt water on earth is، بالنسبة للسولت ايه علاقتها بالفريش؟ هو ذكر السولت الاول يبقى هي اللارجر، ليه؟ عشان احنا قلنا ان هي 60 او 96.5 لكن الفريش بيكون 3.5. هنا عندي اللي ممكن يتكون ما بين الريفر وما بين الميديترانيان سي، طبعا الاسيشتوري او المصب بيكون اتكون اثناء ما حصل ميتنج بين ريفر اند سي او اوشن. الاسيشتوري هنا بيكون ايه؟ بيكون اتكون لما الاتنين اتقابلوا مع بعض،
formed when water collects in low laying. قلتها من شوية، أول ما أجي أشوف إن المية اتجمعت في مكان منخفض يبقى هو كده هيتكون lakes. Number 6 estuary is formed when the were of. لازم أبدأ بالريفر، هيتقابل مع مين؟ مع السي، ما ينفعش river و ground were. هنا الاستشواري بيكون is formed when the were of river بيتقابل مع sea أو مع ocean. طبعا ممكن هنا sea أو ocean. from the sources of salt أي حاجة ممكن نقول مثلا sea أو ocean. مين فيهم اللي contain أو عايزة were body بيكون فيه fresh أكتب له river. formed لما السي بيتقابل مع في الفريش طبعا. هنا is formed when the sea were meet the fresh river. لما السي يتقابل مع الريفر أو الريفر يتقابل مع السي هيكون اللي احنا لسه قايلين عليه من شوية الاستشواري. تمام. Number 4 considered the largest were body that contains salt. طبعا الأوشن، وبرضو ذكرناه من شوية، ما يجي يقول لي على أكبر were body فيها salt هقول له الأوشن. write the scientific term. هنا عايز scientific term لسه قايلاه حالا، برضو السؤال ده اتكرر أكتر من مرة، إن أنا عندي البليس مكان الريفر بيتقابل مع السي فيه أو مع أوشن. تمام. يبقى هكتب الاستشواري. most of the water on earth's surface is. معظم المية طبعا بيكون salt عشان هي بيكون نسبتها 96.5. عندي ponds بيكون type of A of wetlands. ذكرنا من شوية ان wetlands بتكون partially أو body بيكون partially with water زي ponds وزي streams. يبقى wetland. عندي river salt of fresh of salt no. هو قال لي ان الريفر غلط، اكتب له مثلا سي، ممكن اكتب له الاوشن. هنا عايز يصحح الرونج. الwere is used to transport goods. تمام. reducing shower bath time is one of the ways to waste water. طبعا لأ، هو انت لما تقلل زمن الشاور بتاعك كده انت بتعمل conserve مش بتعمل waste. الويتلاندز بيكون examples of salt. طبعا بتكون fresh، لسه قايله ان الويتلاندز بتكون من ضمنها البوندز والستريمز، والاتنين بيكونوا fresh water body. all sources بيكون drinkable. طبعا مش كلها، لان اصلا حتى لو هي most of fresh water بيكونوا undrinkable عشان او مش ما اقدرش اشربها كلها عشان هي بتكون في الجليشر او في الفروزن ستيت. هنا عايز يعمل كلاسيفاي. اكمل السؤال عشان هو عايز اشوف هو عايز يعمل كلاسيفيكيشن على حسب ايه. قال لي هنا according to their type، على حسب نوع المية في البادي ده. بالنسبة للريفر هيكون طبعا فريش، بالنسبة للأوشن هيكون salt، بالنسبة للجليشر هيكون فريش، لأن هي أصلا بتكون إيه؟ ريفر عادي زي الفروزن ريفر كده، نهري بيكون متجمد، يعني الوتر فيها بتكون في السوليد ستيت أو في الفروزن. السيز نفس الفكرة زي الأوشن كده salt. عندي البوندز بيكون فريش، عندي الستريمز بتكون برضو فريش زي البوندز، الاتنين بيكونوا types of wetlands. الاستشواري بيكون الميكتشر ما بين الفريش والسالت، يعني اجي انا هقول له مثلا salt were mix او mixes with مين الفريش. نيجي للسوامبس، بتكون السوامبس بتكون فريش. تمام. او بيكون فيها جزء طبعا salt. بالنسبه للجراوند بتكون دايما فريش. في ناس اوريدي بتعتمد على الميه اللي بتكون اندر جراوند اللي حصل لها ليكج. هنا الكونسبت او هنحل على lesson 2 و 3 و 4 مع بعض في concept 3-2. بالنسبة للexamples of fresh water body او حوالي اللي فيها بيكون 10%. احنا ذكرنا ان 10% of animals بتعيش فين؟
في الفريش. مين من ضمن البوديز دي بيكون فيها فريش وير؟ اول واحد بيقول لي ريفر وسيز، فهو الريفر ولكن ما ينفعش سي علشان يكون لازم يكون فريش. السي بيكون سالت. الستريمز والسيز طبعا اي اجابه فيها سيز ما تنفعش، نختار دي. الريفر والستريم الاتنين بيكونوا فريش. most of were on earth معظمها يعني ايه؟ يعني مين اللي بيكون نسبته النسبة الأكبر اللي هي 96.5؟ طبعا ده بيكون salt word that's found in ocean والسيز، يبقى سي. ما ينفعش أي حاجة أولها فريش ولا حتى ميكستشر ولا حتى خليط، لأن هي أصلا ما فيهاش فريش خالص. الفريش بيكون limited amount بيكون 3.5. The area of land where all the verb flows في one direction. طالما هي ماشية في one direction to common location يبقى هو كده هيتجمع في منطقة معينة واسميها الورشد أو مستجمع مائي، زي الأوشن، زي السي، زي البي أو الجلفز. طبعا الليفل of water in a river may increase ممكن يحصل له زيادة، إن الليفل نفسه يزيد أثناء الفلودing when there's more rainfall. طبعا لما يكون في مطر كتير بيعمل flooding. Number 5 tributary usually ends by the flowing of its water into bigger. هقوله طبعا هو أول pass of water بيجي منين؟ بيجي من ال small streams ال small creeks، بعد كده يدخل على larger river، بعد larger river يدخل أو على bigger river بعد كده يدخل على السي أو الأوشن. Number 6 all the following reasons cause pollution in a river. كل ده يسبب pollution except إيه؟ هاجي أقول له building a dam across the river. Number 7 which of the following can pollute؟ ممكن يلوث ال water of tributary by the effect of wind blowing. طالما قال لي هو هيلوث المية بتاعت التريبيوتري بس بالwind blowing، أكيد الwind هتشيل إيه؟ هتشيل حاجة light، حاجة خفيفة زي light litter of trash dumps. البلاستيك كابس بيكون مصنوع من الأويل برودكت، دي natural resources. قلنا كل حاجة بتكون جاية من natural resources، حاجة بلاستيك جاية من الأويل. prevent developing of راس محمد protectorate، ده يعتبر preservation. أول ما أسمع كلمة protectorate يبقى ده كده أنت بتعمل preservation natural resources. Number 10 among the factors that help us بتساعدنا إن إحنا نعمل sustainability. نركز في السؤال ده، ممكن أشوفه إن هو عايز الفاكتورز اللي بتأثر على sustainability، لا هو عايز هنا الفاكتورز اللي بتساعد إن أنت تعمل sustainability، مش حاجة نيجاتيف، لا حاجة عادي بوزيتيف. فما ينفعش نعمل overpopulation، ده مش هيساعدني أو إن أنا أعمل sustainability. يبقى ما ينفعش overpopulation، ما ينفعش overuse، ما ينفعش damage، يبقى أنا هعمل control على البوليوشن. cutting down too many trees of forests leads to طبعا ال deforestation وال soil erosion، يبقى ال C. تمام. هنا عندي في 12 عامل comparison between two families، family A و family B. family A عندها 3 members أو بتتكون من 3 members، و family B بتكون 4 members. هنا الاتنين بيكونوا معاهم كل واحدة فيهم أو كل member بيكون هيستخدم 20 liters to wash their hands عشان يغسل إيده daily يوميا. بالنسبة للتوتال هو كل واحد في الممبر هيستخدم 20، طب هما 3 يعني التوتال كله 60، لكن فاميلي بي هما 4 يبقى التوتال كله 80. طب بالنسبة كده للتوتال amount of A، هو بيسأل عن ال A في الأول يبقى أكيد less than، عشان ال number of family A بيكونوا أقل من ال number of members في الفاميلي B. الفاكتورز اللي بتسبب او بتأثر على السستينابيلتي ده عكس السؤال اللي فات، هنا بتأثر بطريقة نيجاتيف على السستينابيلتي. ان اول حاجة ممكن اكتب له pollution، التلوث بيأثر، او ال overpopulation. تمام، او حصل مثلا overuse
excessive use of ground هيؤدي لإيه؟ هقول له drying of wells. يعني السؤال ده بيقول يعني الاستخدام الزيادة في الجراوند وير هنا هيحصل إيه للويلز نفسها؟ هيحصل إيه للويلز؟ هاجي أقول له إن هو حصل drying للويلز. area where water from different sources collect to moves of one direction. طالما هو جاي من أماكن مختلفة كتير وتتجمع في common location، هاجي هقوله إن ده كده watershed، مستجمع مائي. using sources ده scientific term، قلنا نقرا التايتل. source in way that doesn't negatively affect، يبقى أنت كده بتعمل sustainability، يعني بطريقة إن هي ما تأثرش بطريقة نيجاتيف على الفيوتشر. sustainability. تمام. number 2 restricting access to or use of resources، ان انت تعمل control reaching او restricting access، يبقى انت كده بتعمل preservation. correct the underlined word، يعني عايز تصحيح للكلمة اللي تحتها line. we make plastic product من الاويل، طبعا اي حاجة بلاستيك نقدر نجيبها من الاويل برودكتس. الديفورستيشن بيعمل improves، بيحسن الناتشورال هابيتات فور living، طبعا لا، بيعمل destroys، بيدمر. what happens لو انت عندك more little rainfall؟ طبعا هاجي اقول له ان الليفل ده level بالL of river او ايا كان البادي ايه، هيكون ايه will decrease. وبعد كده في النهاية هيسبب ايه؟ هيسبب drought، يعني جفاف، يعني الليكس دي هتجف. الcows started eating all grass before the new grass grew. بيقولك ايه اللي هيحصل لو الكاوز بدأت ان هي تاكل كل الجراس قبل ما النيو جراس يكبر؟ هاجي هقول له هيحصل disappearance of grass and the cows، يعني الكاوز will be hungry، هتكون جعانة عشان ملحقش ايه الجراس يكبر في الارياز الباقية. lesson 5 اخر حاجة معانا. all the following materials can be used to filter. عايزين نفلتر المية in sample filter، يعني نعمل فلتر بسيط كده. اكيد هنستخدم الكوتون، نستخدم الشاركول، ونستخدم الساند، بس مش هنستخدم الوود. بالنسبة للبروسيس is used to get filtrated water from polluted، يبقى انت كده عملت ايه recycling. السايكل، تمام. water cycle is considered as an example of. الwater cycle برضو نفس الفكرة، انت كده بتعمل recycling للwater. special kinds of scientists who work on recycling water في الwater treatment plants، يبقى انت كده بتتكلم عن الانجينيرز اللي بيكونوا شغالين في التريتمنت plants، محطات معالجة المياه. from the most important sources of salt water، بيقولك من ضمن resources of salt water مين ومين؟ هاجي أقوله مثلا ocean أو sea. we use to purify، بنستخدم إيه عشان ننقي unclean؟ هنستخدم water filter، هنستخدم الفلتر. سؤال عارفينه كلنا. الانجينيرز بيشتغلوا فين أو بيعملوا فين في ايجيبت؟ ممكن اكتب له بحر البقر بلانت، محطة بحر البقر دي برضو موجودة في ايجيبت، او ممكن اكتب له بصورة عامة في الوير تريتمنت بلانت. المين سورس اوف وير سايكل هي السولار انرجي، دي المتحكمة في السايكل كلها. body of water surrounded by land on all sides،
يبقى ده تعريف الليك. البحيرة هي اللي بتكون أرض حواليها أو مية بيكون حواليها لاند من كل السايدز. البليس where river meets sea أو ocean، في الحالة دي لما الريفر بيتقابل مع sea أو ocean يبقى الاستشواري بيكون المصب. هنستخدم الفلتر هنا يعمل correct تمام. to word pollution، لأ هو مش بيعمل pollution، انت بتعمل treatment، بتستخدم الفلتر عشان تنقي المية أو عشان تعملها treatment. الwater from the high dam in Egypt is used to generate thermal، طبعا بستخدمه عشان أعرف أعمل generating للإلكتريسيتي أو electrical energy. rivers considered source of salt water، طبعا لأ هيكون fresh طالما قال لي river كلنا أصلا بنشرب منه. الدامز بتستخدم عشان أفلتر polluted water for use، لأ احنا هنا بنستخدم مين عشان نفلتر المية الملوثة؟ for using هنستخدم السامبل أو الwater filter. أمال الدام ده مصنوع ليه؟ علشان نعمل generate للإلكتريسيتي أو علشان نعمل أو control على الwater من ونحافظ عليها من الفلويدز. body of fresh or salty، هو عايز هنا body فيه النوعين، يعني ركز ان هو عايز حاجة فيها النوعين مع ده او ده، مش النوعين كميكتشر، لا هو بيقول or تمام. محدش يجي يقول لي مثلا استشواري عشان هو بيكون ذكر الاتنين، لا هو بيقول لك ده او ده، ما قالش ان هو ميكس between them. في الحالة دي طبعا هتكون الليكس عشان احنا قلنا some lakes بتكون salt و most lakes بتكون fresh. largest و contain salt يبقى الأوشن. place where river meets ocean هو بقى ده اللي بيكون استشواري، بيكون البادي اللي بيتكون لما الريفر بيتقابل مع السي. small streams flow into a larger river، small streams راحت على larger river يبقى ده tributary تمام. give a reason for الfish don't live in lake Assal in Djibouti، هاجي هقول له because this lake has high concentration of salts تمام. هو بيتكون من high concentration of salts، فعشان كده ما ينفعش الفيش تقدر ايه تستحمل السالتي بتاعتها. where is considered one of the most important natural resources on Earth's surface، بيقول لك ليه هنا المية بتكون واحدة من ضمن الناتشورال resources الأهم. هاجي أذكر له بقى إن هي ممكن مثلا الهيومن يستخدمها هو والأنيمال عشان يعملوا drinking، ممكن أذكر إن البلانتس كمان تقدر تعمل photosynthesis من خلالها، ممكن أجي أقول some plants كمان وبتأثر على الجزء non living زي السويل بتعمل weathering و erosion. scientists used the word sphere، ليه بيستخدموا كلمة sphere؟ هاجي أقوله عشان الأرث بيكون في شكل sphere ولكن هي بتكون not completely round، مش كاملة في الاستدارة بتاعتها، فعشان كده بنستخدم كلمة sphere. الcows eat all the grass in the environment before new grow، لسه كاتبينها من شوية إن كده الجراس will disappear والcows will be hungry. burning of non-renewable resources زي الكول والبتروليوم أكيد هيحصل air pollution، هيعمل air pollution بسبب الفيومز وبسبب الجازز اللي هتطلع. الوير بيكون industrial، لا طبعا بتكون natural. الأوشن بيكون area of land وفلو من high altitude ل lower altitude، ده تعريف الريفر مش الأوشن. الليكس الوير ليلي بتعيش فيه الفريش رانينج، طبعا رانينج لأ هي بتكون في الستيل عشان هي بتعيش في البوندس. التري ليفز ده تبع الاتموسفير، هقول له لأ هي تبع البايوسفير عشان هي من ضمن البلانتس. river where is still where، بيكون still يعني still يعني راكدة، طبعا لأ
بيكون البوندز هي الوحيدة اللي بتكون المية بتاعتها بتكون still. الدولفين بيعيش في الستريمز، لأ ممكن أكتب له الكات فيش أو السالمون فيش اللي هو السلمون. تمام. Number 7 coral reefs live in very deep. لأ الكورال ريفز بتعيش في shallow areas. shallow areas. importance of where قلناها. ايه هو السفير؟ هاجي اقول ان هو عبارة عن system include all living organisms. تمام. identify type of interaction between ecosystem sphere. هنا exhaled air، مين اللي هيعمل respiration؟ اكيد biosphere عشان هما human او plants او animal. biosphere. ويعمل exhale ايه؟ هيطلع الكربون دايوكسيد، فده اكيد تبع الجازس يعني atmosphere. evaporation from the surface of the lake. هنا حصل بيقول لي evaporation of where. اول حاجه where يبقى hydro sphere. هيعمل evaporation، هيتبخر ويطلع فين؟ هيطلع في الاتموسفير. rain where helps plant grow. طالما قال لي rain يبقى hydro، وطالما قال لي plant يبقى bio. classify. طبعا هنا عايز مين هما السالت وير بوديز والفريش. طبعا الجراوند والامازون ريفر طالما قال لي ريفر، وهيكون معاهم الرينز. التلاتة دولت هيكونوا ايه؟ هيكونوا فريش. لكن الانديان اوشن عشان هو اوشن، والريد سي وقارون ليك بحيرة قارون، التلاتة دولت بيكونوا سالت. يعني ايه ويرشد؟ قلنا عبارة عن area of land الوير فيها هيحصل لها flow من different sources، وبيكون رايح في common location، بيتجمع كله في common location زي السيز والأوشن وزي البي أو الجلف. ازاي natural resources يقدر يحصل لها preserved؟ هاجي هقوله أكيد من خلال انت بتعمل preservation عن طريق البروتكتوريتس اللي هو راس محمد بروتكتوريت في وعندك كمان الراس محمد بروتكتوريت، ومين تاني؟ وادي الحيتان في الفيوم. ايه هو الرول بلايد باي ويست وير تريتمنت انجينيرز؟ قلنا الانجينيرز هما اللي بيخططوا بيعملوا بلان وير تو بيلد، ازاي يبنوا او يبنوها فين التريتمنت بلانتس، وكمان بيقدروا يعملوا ان هما تيست للوير، يقدروا كمان يراقبوا الليفلز اوف تريتمنت وير ويتاكدوا ان هي بقت دلوقتي ميك شور ان هي بقت safe to be used by human. كده احنا خلصنا الريفيجن لمارس. تمام. محتاجة منكم ان احنا اي جزء مثلا انا مش فاهمه او اي حاجة هقدر ارجع للمحاضرات اللي اتصورت قبل كده لكل سيشن لوحده او كل ليسن لوحده لو في جزء مثلا مش مفهوم. طب اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان احنا نحل كتير، نقلل شرح، نزود حل، ايدك تحل كتير وتكتب كتير. تمام. السلام عليكم.